انا جينا ورينا لكم بلي مالغري لالي هكذا وجينا وخاسرين اموال وكذا، بصح مازلنا في المام برانسيب. انتوما راجعوا روحكم لان وليتوا مضحكه في العالم. نديروا خريطه تاع افريقيا كامله ونظهر شمال افريقيا، بلدان المغرب العربي، تونس، الجزائر، المغرب، الصحراء الغربيه، ليبيا. ما عجبنيش في انفونتينو بريزيدونت فيفا، شخصيه كبيره تبو يحبطوا يدخل كاريمون يكاريسي دون لو سونس دي بوال باسكو بور دي ريزون ممكن كو تو الموند بوتيت كو تو الموند كوني جا زعما فوتون صال. ننتظروا كما قال سمير، ننتظروا ونخلوه الى يوم مفاجأة في ملعب بركان. انا على بالي بلي ان بلان بور ريبوندر سو جور دو بروفوكاسيون. كما انه المنتخب الوطني الجزائري مثلا او كل الرياضيين في الجزائر ما يواجهوش الكيان الصهيوني. سي ان كيستيون دو برانسيب، سمح نقولوا توصل هكذا، تولي كل ما طيح مع المروك ما تلعبش. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. نفس السيناريو سننسحب، لأن شوف السيادة الوطنية ما فيهاش مساومة. هذا أول أمس أو منذ أيام وصول أنفانتينو إلى الجار إلى عند المغرب، لأنه احنا المشكل احنا نهضروا عليه من الناحية القانونية، احنا ما راناش نتكلموا هنا من أجل إثارة الفتنة، بالعكس احنا ماذا بينا كل واحد يأخذ حقه ويتكلم بأمور قانونية. يعني هل يقبل مثلا الطرف المغربي أننا احنا نجوا للمغرب في لقاء مثلا اتحاد العاصمة ونديروا خريطة تاع الجزائر ونزيدوا لها شوية وجدة ونزيدوا لها شوية بعض المناطق وندخلوا ونقولوا لهم هذه خريطة تاعنا، احنا ديسيدينا خريطة هكذا. يعني ماهيش لما تسمع ما قاله أنفانتينو عند حضوره إلى المغرب تصاب بنوع من مش الإحباط، تصاب بنوع من ما لقيتش العبارة، لكن انك تكره كرة القدم. هذه ماهيش كرة القدم لما تصبح الامور بمثل هذه الوقاحة ان صح التعبير. نستمع لما قاله أنفانتينو عند حضوره منذ ايام الى المغرب. Je suis heureux d'être revenu ici chez moi, dans le royaume. On se sent tout de suite à la maison, je me sens tout de suite chez moi. C'est le football qui domine, qui respire, qui vibre et qui vit dans ce pays. C'est ça que j'aime, donc je suis vraiment très heureux d'être là. Ben, le Maroc s'est établi comme un pays, un vrai pays de football, une puissance mondiale du football, pas seulement au niveau du terrain et des résultats sportifs, avec évidemment la qualification historique pour la demi-finale à la Coupe du Monde au Qatar, mais aussi en tant que pays hôte de plusieurs grands événements. Aujourd'hui, je suis là aussi, il ne faut pas l'oublier, pour cette Coupe d'Afrique de futsal, une compétition qui va qualifier les meilleures équipes aussi pour la Coupe du Monde de futsal, une compétition importante. Et là aussi, le Maroc joue un rôle important en tant que pays hôte dans une organisation qui est exceptionnelle. Donc je pense qu'aujourd'hui, aussi avec 2030 en vue, évidemment, on sait ce que le Maroc sait faire, ce que le Maroc peut faire. On est fiers de pouvoir faire partie de cette grande équipe ici au Maroc pour participer à ces défis futurs qui vont changer vraiment l'image du football dans le monde grâce au Maroc. صراحة تصريحات يعني فوتونسال، يعني رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يجي على جال فوتونسال كرة، مع احترامنا لهذه الرياضة ولكن فوتونسال راكم سامعين به غير انتم فوتونسال. كل خطرة يديروا كوب دافريك وخطرة يديروا مباريات تاع فوتونسال وكي تسمعوا يتكلم كأنه صراحة يتحدث على البرازيل كما قال علي بن شيخ في الكواليس، على البرازيل والأرجنتين. الله يرضى ما تسمح لي رضوان، انا لا تهمني لي ديكلاراسيون تاع انفونتينو وموتسيبي لما يتكلم عن المغرب. ما يهمني هو ان الجزائر طرحت لاول مره مبدا ومساله تاريخيه وسياسيه حول قضيه فصل فيها في لونو وفي لونيون افريكان. المشكل ان هناك خريطه على المايو تاع بركان ليست نفس الخريطه الموجوده
في لا فيفا ليست نفس الخريطه موجوده الأمم في لونو المتحدة. وفي فلو. هذا هو المشكل. اذا كان اردوان تسمع هاد الهضره هذه اللي هي سياسيه ومخدومه بور لا كونسوماسيون انتر يعني في المروك، ما تقدر دير والو. الجزائر كانت على بالها ما دارت في لونو القضيه الفلسطينيه العضويه تاع الفلسطيني، كنا على بالنا باللي هناك يجي ان فيتو امريكا، كنا على بالنا، ولكن on a le mérite d'avoir ramassé beaucoup de voix et on a surtout le mérite d'avoir posé un problème politique. Après, c'est une question de temps. ما على بالكش وقتاش تمشي يجينا. حنا on a posé un vrai problème qui existe ou même les lois internationales تاع la FIFA او معنا. ولكن يا رضوان aussi l'Algérie n'est pas dupe على بالها باللي maintenant لعب الدراري دوك اشاك فوا نلعبوها افيك اون ايكيب ماروكان يدير لك. هذا هو الاشكال. تو طافي نورمال باللي حنا ماشي اشاك فوا حنا اللي نخسروا في لافا. سي فري رانا ناضلوا على الجال مبدا نعم المبدا قناعه. اون فا يسي درالي دي بارتي معانا، ولكن الجزائر في مختلف المحافل الدوليه مستقبليه لازم تكون عندنا رده فعل، باش ماشي اشاك فوا يجي واحد يحط لنا علم عفسه في المايو ننسحب على جالو. نو يورا et je suis convaincu que les autorités algériennes vont avoir une réponse par rapport à ça. هذيك باينه. علي بن شيخ في الكواليس مبيع شويه للمشاهدين، قال اذا توصلت الامور هكذا راح نطالبوا باننا ما نزيدوش نشاركوا في الكاف، نروحوا نشاركوا مع لي زوروبيان. سي صا نبدلوا نبدلوا الاوروبا. لا، لانه الامور اصبحت الان كل واحد يجي يدير لك خريطه. كيفاش تفري هذوك انت؟ كل واحد يدير لك. الحل واحد، لازم تدخل لوطوريتي الجيريان باش او نيفو دبلوماسيه يتصلوا بهذه لا كاف ولا فيفا جو نسي با كوا بار لو بيي دي زامباسادور دي مينيستر زافير étrangères اون فوا بور توت. قال لي كوب دافريك هذوما تو سكي كونسير لافريك كاينه خريطه واحده هي تاع بلادك يا تاع لافريك تاع بستم، كل واحد يلعب بلادو. هذا ما كان هذيك الزياده اللي ما تستعرف بها لا لونو لا الفيفا لا والو ممنوعه وخلاص. لو بروبليم يسرا ريغلي. لكن كي تسمع تصريحات انت راك تسمع كنا نشوفوا، نوافقك لما قلت باللي انا حتى الفيفا لا بيردو لا كريديبيليتي تاعها. كي نشوفوا تصريحات انفانتينو يعني نصاب نوعا ما بالاحباط. يعني حتى الفيفا ما راهيش يعني حقيه، يعني ما راهيش ماشي على قضيه حقين. انا واش كيف نديروا دوكا؟ كل مره راح نوصلوا للهوند. انا اظن ان الجزائر عندها دي زيدي، هناك يونيدي قلتها مقبلا. لا هذا تفكير شخصي. هذا ماشي تفكير شخصي، انت تخمم مليح. وهناك خطط من الجزائر باش ترد رده، هناك رده الفعل، باسكو سي با شاك فوا هنا اون فا لا فيكتيم. الجزائر ثاني ممكن ان الاتحاد العاصمه يكون فيه مفاجاه في ملعب بركان. انا على بالي بلي ان بلان بور ريبوندر سو جور دو بروفوكاسيون. واش ما عجبنيش في فونتينو بريزيدونت فيفا شخصيه كبيره، تبو يحبط ويبدا يشغل كاريمو يكاريسي دون لو سونس دي بوال باسكو نتمناه على كل حال. من الان فصاعدا حنا نديروا خريطه تاع افريقيا كامله، ونظهر شمال افريقيا، بلدان المغرب العربي، تونس، الجزائر، المغرب، الصحراء الغربيه، ليبيا وموريتانيا مثلا. يقولوا كل الأقمصة تاع الجزائر. أيضا حنا من حقنا أننا نديروا خرائط ويقول لك هذه غير مقبولة، نقولوا له لا، بما أنك قبلت الطرف هذا يجب أن تقبل لهذا الطرف. رضوان، أصبح واضح وضوح الشمس أنه الكاف في هذه القضية تحاول التمويه، تحاول التلاعب، تحاول إخفاء الحقائق، لأنه من خلال قرار لجنة تنظيم المنافسات على مستوى الاتحاد الافريقي حاولت ان تضع الامور في شقها الرياضي، بانه الفريق انهزم على البساط اتحاد العاصمه لانه هو من يتحمل المسؤوليه، ولكن الحقيقه ليست
كذلك لانه الامر لديه بعد سياسي. احنا لما لا كونتيستاسيون اليوم اتحاد العاصمه والاتحاد الجزائري لكره القدم في هذه القضيه الكونتيست كوا واش رانا احنا نتكلموا، رانا نطالبوا على الخريطه ما لازمش تكون في القميص تاع المنافس مهما كانت المغربي. هذه الخريطة. مهما كانت الخريطه. واليوم اذا رحنا احنا على الطاس، رحنا على الطاس لان القوانين لم تحترم. الكاف خلقت قانونها الاساسي، لانه اليوم الارتيكل 5 الماده 5 من القانون الاساسي للكاف واش يقول يا رضوان؟ على كل عضو ينخرط في الاتحاد الافريقي ان يحترم قوانين الانترناسيونال بورد اللي هو مشرع قوانين كره القدم. ومشرع قوانين كره القدم اللي تاخذ منه لا كاف وتاخذ منه لا فيفا، واش يقول لك؟ يقول لك القمصان ما لازمش تكون فيها شعارات ذات بعد سياسي.